سيطر بس بجد يعني. اتنين مدربين على باب الله، سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. انت بتجيب سيره الاهلي ليه لا دلوقتي؟ ما انا بقول لك، دخلنا الاهلي ليه؟ خليك في هقول الراجل لك قول على باب الله هو هقول الاول لك لو انت عايز يعني تقول كده، وبعد كده لما نروح الاهلي قول لي. لا انا بقول لك ان دولت ماسكين اكبر ناديين. كلنا على باب الله يا كابتن ونعم بالله. بس كلنا هم دولت قليل قوي ان يمسكوا فرقتين بحجم الاهلي والزمالك، لان ما عندهمش فكر. انت امبارح والنهارده، انت يعني النهارده مثلا بعد الطرد، مش هقول لك بقى قبل الطرد، بعد الطرد يا عم ناصر منسي جنب عدي الدباغ، بتطلعه ليه؟ العب باتنين راسة حربه، ما في نقص عددي، واخد بال حضرتك؟ وكمل بالاثنين، طلع عبد الله السعيد ونزل شحاته وخلاص على كده والموضوع بس الزمالك راح كتير بعد الطرد. ما هو بص، الفرصتين اللي هم فرصتين اللي ناصر منسي عملهم، بعد كده في فرص لا. بس انت امبارح برضو الكورتين بتوع العارضه، والكره بتاعت رمضان اللي هو في قلب الجون والكره بتاعت زيزو اللي هو حطها في لوب في الشوط الاولاني. دي كانت في الاول خالص. ايوه في الشوط الاولاني. بس هم دولت الفرص. طيب انت عايز تكسب ازاي والزمالك عايز يكسب ازاي؟ بس خلي بالك النهارده غير امبارح. امبارح في تكتل دفاعي لفرقه المحله لانك بتلعب النادي الاهلي والصفقات واو، واخد بالك؟ فاي فرقه طبيعي هتعمل اللي عمله الكابتن علاء عبعال ويشكر عليه. لا وهو دخل معانا امبارح وقال لنا ان انا بلاعب فرقه أيوة تقيله. شوف هو اللعيبه اللي عنده اعلى لعيب بكام وانت اقل. لا هو مجمل الفريق هنا والفريق هنا فرق شاسع الحقيقه في فانت لازم تكسب طبيعي. عشان انت هو بص، هو جمهور الاهلي والزمالك دلوقتي مش الاثنين بيلعبوا على بطوله وعايزين ياخدوا الدوري؟ تمام. لما انت بتفرط في الماتشات اللي انت بتلم فيها بنقاط، هتكسب مين بقى؟ ما هي الماتشات دي اللي انت بتلم فيها بنقاط. تمام طبيعي صحيح، واخد بالك؟ فلما انت تفرط في الماتشات دي، طب هتكسب مين بقى لما هتلاعب فرق الكوره بقى، فرق الكوره بجد؟ هتعمل ايه؟ انت ممكن تخسر. فتبقى الدنيا مش تمام. يعني لو احنا قلنا ان الزمالك النهارده